كل سنة وانتم طيبين. رمضان داخل علينا، وطبعا أول سؤال بنسأله ازاي نحافظ على جسمنا لو انت عامل شيب كويس، أو ازاي نبني عضلات في رمضان. الفيديو ده هيبقى سريع في قهوتك وتعالى ورايا. أولا انت هتبقى صايم عن كل حاجة، فالتمرين بعد الفطار على طول دي مش هتبقى أفضل، خاصة إن أنت هتبقى واكل وتقلان، واحنا عارفين كلنا في رمضان بنبقى على الفطار ازاي. تعالى أقول لك هنعمل ايه. أول حاجة، ودي هتبقى أحسن فكرة، إن أنت ممكن تفطر حاجة خفيفة، ممكن شوية مية وموز، ممكن تمر، وممكن شوية عصير، تنزل تتمرن تمرينتك وبعدين تطلع. المشيها كأن من احسب الفطار كأنه أول اليوم عادي، تفطر حاجة خفيفة، تنزل تتمرن، تطلع تتغدى وبعدين تتصحى. ودي هتبقى أحسن طريقة. أسوأ حاجة ممكن تعملها إن أنت تتمرن وأنت صايم ولسه بدري على الفطار، لأن جسمك ما بيبقاش فاهم وبيعمل عملية قلب، ودي أسوأ حاجة ممكن تعملها لو أنت عايز تبني عضلات. تاني حاجة ممكن تعملها إن أنت تتمرن وأنت صايم بس تخلص تمرينتك على أذان المغرب. دي هتبقى كويسة إن أنت هتخلص وهتاكل، فجسمك هيلحق يعمل الريكفري بدل ما تخلص ويبقى لسه وقت كبير على الفطار. ودي أسوأ حاجة. تعالى أقول لك ليه. لأن جسمك ساعتها هيبقى بيعمل عملية هضم، فيفضل إن أنت تخلص تمرينتك على أذان المغرب عشان تلحق تروح. أهم وأصعب حاجة في رمضان إن أنت تحافظ على إنك تاخد احتياجك العادي من البروتين، والأصعب من ده بقى إن أنت تبعد عن الحاجات بتاعت رمضان اللي هي الكنافة والبسبوسة، لأن أنا أصلا بحبها. فأنا عارف إن دي هتبقى صعبة، بس لو أنت عندك هدف وعايز تحققه لازم نضحي بشوية الحاجات دي. طبعا كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم، إن شاء الله يبقى شهر الكرم وشهر الفضل.